السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان. فيديو جديد، وزي ما انت شايف من عنوان فيديو النهارده مش هناخد بس، هيكون موضوعنا واحد تريلر رياكشن في اعلان فيلم بلو بيتل، ولكن موضوعنا هيكون متشعب عن حال شركة دي سي اصلا بشكل عام، وعالم باتمان وعالم دي سي يو جيمس جن والحاجات اللي تنزل خلال الفترة اللي فاتت. يعني الموضوع متشعب كده، قلنا نجمعه في فيديو واحد باعلان فيلم بلو بيتل اللي هنبتدي بيه فيديو النهارده. فاهم؟ ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان جدا بيساعد، ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدأ وبسم الله. شازام ده ولا ايه؟ أجمل الحاجات اللي في الفيلم من ساعة الصور هي البدلة، رائعة الصراحة. ماشي، لقطة في التريلر اللي فات. لقطات معاد استخدامها كتير. اوكي، اكيد ده الفيلن يعني. اوكي، I have no comment صراحة يعني. Yeah. The love you feel for your family makes you weak. You're off. All right. Family makes me strong. Okay. Okay. Sorry, Mama. You are our superhero, cabrón. You're the Blue Beetle. I could use that arsenal right about now. God, you never ask. Hell yeah. Let me do it. Run away, run away, don't Okay. Bust it down, bust it down. I advise we back away. 18 أغسطس في السينمات. اورايت. طيب، ما عنديش صراحة تعليق كبير قوي على الإعلان للأمانة، يعني هو مجرد ردة فعل، بس منها هنتشعب في مواضيع كتير عن حال شركة دي سي في الفترة الأخيرة، واللي هو أصلا حالها خلال السنوات الأخيرة. في فيديو مجمع كده، بدل ما نعمل فيديو للإعلان بشكل مخصص وفيديو عن شركة دي سي، نحاول نربط الموضوعين ببعض. وليه ناخد من الإعلان ونخش على موضوعنا التالي؟ لأن الإعلان بمنتهى الاختصار والبساطة ستايل سبايدر مان هوم كومينج، فيلم كده يعني منه على شازام ومنه على سبايدر مان هوم كومينج، مفيش اكتر من كده. وما اظنش ان احنا هنطالب اصلا الشخصيه باكتر من كده. وبحال شركه دي سي في التعامل مع شخصياتها خلال الفتره الاخيره وافلامها بشكل عام، اذا كان بتعمل كده مع الشخصيات الاساسيه، فهتيجي على شخصيه بلو بيتل يعني عدي الموضوع عدي. الفيلم قادم زي ما هو معروف معانا في 15 اغسطس ان شاء الله، يعني بعد شهر من دلوقتي 15 اغسطس باذن الله. اعتقد الشهر الجاي ما فيهوش افلام تقيله من بعد اوبنهايمر وباربي، ما اظنش ان هو هيبقى عنده منافسه كبيره. فهل الفيلم هينجح يحقق الايرادات ولا لا؟ ده اللي احنا هنكتشفه ان شاء الله في الشهر القادم باذن الله. من نقطه الايرادات بقى هنفتح موضوعنا التاني. نقطه الايرادات
ورسميا يا جماعه بشكل غير متوقع تماما فشل فيلم ذا فلاش في السينمات. لا انا ما كنتش متوقعها تماما وبتاتا. انا الفيلم ده توقعي الشخصي هيقفل المليار. تسألنيش ليه؟ هيقفل المليار. ده اكتر فيلم شركة دي سي، من اكتر 3 افلام شركة دي سي بتشتغل عليهم الفترة الاخيرة من 2017 بالتحديد. هم ال3 افلام: فيلم ذا باتمان بتاع روبرت باتسون من ساعة لما بين افليك خلاص انسحب، وبعد كده مات ريفز جه وخلاص بعد ما بين افليك اتغير لا هيعمل فيلم مستقل ليه في باتمان خارج عن السينمائي، فيلم بلاك ادم، وخلاص دوين جونسون ذا روك النجومية بتاعته كبرت، وفيلم ذا فلاش من ساعة المشاكل بتاعت الجاستس ليج هم بقى قال لك ايه خلاص هنعمل ريسيت لكل اللي بيحصل ده، والفيلم بيتاجل 2018 لا 2019 لا 2020 لا 21 لا في اواخر 22 لا اخيرا نزل معانا في يونيو 2023. فزي ما قلت لك من نقطه الايرادات اللي كنا بنتكلم عنها من فيلم بلو بيتل، فيلم ذا فلاش فشل في السينمات، ما عرفش حتى يجيب البادجت بتاعته. البادجت بتاعته الفيلم تقريبا على ما اخر مره عملت تشيك عليه 261 مليون ايرادات. انا شخصيا ما بهتمش بالايرادات، بس احنا عارفين في واقع السينما دلوقتي خصوصا من بعد الكورونا وخصوصا في شركه دي سي احنا كفانز بنهتم بالايرادات شويه عشان عارفين ان النوع اللي بيجي فيدباك بالايرادات كويس ده معناه ان الفيلم ده هيكمل معانا، او التون او العالم او ايا كان الفيدباك اللي بيجي ان خلاص لو الايرادات جت على الفيلم ده بشكل كويس والطريقه عجبت الناس بالسرد بالقصه بتاعت الفيلم، معناها ان احنا ممكن نكمل بنفس المستوى او الشكل ده خلال السنوات القادمه. ولكن الفيلم فشل. ما حدش يقول لي مشاكل إزرا ميلر، لا دي مش مشاكل إزرا ميلر بس اللي تفشل الفيلم اطلاقا. مين اصلا اللي بيتابع الانترنت نسبتهم كام في المية في العالم؟ احنا اللي بنتكلم في الافلام نسبتنا كام في المية في العالم؟ الجمهور العام اكتر من 95%، اكتر من 95% اللي بيخشوا السينما وهم اصلا اخر همهم الممثل ده عمل ايه في حياته او الشركه دي بتتكلم عن ايه او مشاكلها. فانت فاهم قصدي؟ الفيلم فشل في السينمات بشكل غير متوقع. لو سألت واحد من 5 سنين ان فيلم بلاك ادم هيتفوق على فيلم ذا فلاش من ناحيه الايرادات او من ناحيه الهايب، محدش هيصدق الموضوع ده، محدش هيصدق الموضوع ده. ازاي فيلم فشل في السينمات؟ ده الصراحه هيرجع لشركه دي سي والحاجات اللي عملتها والخازوق بتاع فيلم بلاك ادم. تخيل بس من كاميو لهنري كافيل سوبرمان، الفيلم يقدر نقول يعني وصل لل 400 مليون بتاعته. 400 مليون، اي نعم البادجت كانت عاليه، البادجت بتاعت الفيلم كانت عاليه جدا، يعني انا متفق معاك انه برضو فيلم بلاك ادم ما حققش الربح الكافي، ولكن فكره ان عمل هايب، شركه دي سي هترجع، عالم الدي سي او هيرجع، خلاص هنري كافيل بان افليك لا ما اعرفش ايه، وكل ده في الاخر طار. وجينا على شهر يناير الخطه الجديده جادز اند مونستر تحت اداره جيمس جان، سوبرمان ليجاسي، كريتشر كوماندس وكل الكلام ده. طب ايه اخبار بلو بيتل واكوامان 2؟ هم معانا بس مش معانا قوي، حاجه مؤسفه. وفيلم بلو بيتل ده تخيل انا ممكن اقول لك ان الفيلم ده ممكن يعمل ربح او ممكن يجيب ايرادات ما تعرفش ازاي، زي اكوامان كده في 2018. انا لغايه دلوقتي مش مدرك ان الفيلم ده ازاي جاب المليار، الصراحه مش مدرك ومش متقبلها ومش فاهم ازاي. يعني الفيلم ده في توقعات زمان في 2018 و17 من ساعه لما اكوامان جيسون مومو ظهر معانا في الكاميو بسيط في بي في اس، وبعد كده في النسخه بتاعت جوس ويدن كاكوامان في جاستس ليج، الفيلم هيجيب 700 500 ولسه جيسون مومو بيكتشف طريقه في النجوميه، لكن مليار حاجه مفاجاه وغير متوقعه تماما، غير متوقعه تماما. منها بقى ننتقل لموضوعنا الثالث عشان ما اطولش عليك اكتر من كده. هو ليه عالم باتمان تحت قياده مات ريفز مهم لشركه دي سي؟ استثماريا صباح الفل، ده انجح فيلم في الشركه من ساعه الجوكر في 2019 بشكل عام بقى، سواء افلام مستقله او افلام عمل سينمائي، انجح فيلم للشركه. الفيلم ده يا جماعه للي مش فاكر افكره، الفيلم ده نزل في مارس 2022 صح انت فاكر؟ وفاكر ساعتها القرار بتاع الشركه ان الافلام هتكمل معانا 45 يوم في السينما وبعد كده تنزل على الديجيتال، فمعناه ان ما حدش راح يتفرج على الفيلم في السينمات. وساعتها بقى كنا لسه خارجين من 2021 والناس لسه يعتبر بتتعود على السينمات في نهايه 2021 بعد الكورونا وما الى اخره. فالفيلم تقريبا جاب 770 مليون، 770 مليون في اقل من شهرين، والفيلم بالنسبه لي كان افضل فيلم في 2022 بلا جدال، على الاقل على المستوى الشخصي بالنسبه لي. فعالم باتمان مهم للشركه على المستوى الاستثماري، انها على الاقل تكمله على مستوى باتمان الجزء الثاني وخلاص كونفيرمد يعني من زمان، يعني من ساعه الفيلم ما تم الاعلان عنه اصلا، وكمان مسلسل بينجوين، وبجانب مسلسل اركام اسايلم، بجانب اعمال مشتقه كتير وجديده
قادمه ان شاء الله خلال السنوات القادمه. طب في بعض الناس بتسال سؤال مهم قبل ما نخش للشق الفني، هو ليه دي شركه دي سي بتبهدل نفسها؟ يعني ايه بتبهدل نفسها؟ يعني ازاي ممكن اتقبل انا كجمهور عام، مش ان احنا اللي بنتابع وعارفين الفروقات والحطات والبطات، ازاي ممكن ابقى اكون بتفرج على باتمان الجزء الثاني، واكيد باتمان بريف اند ذا بولد بتاع شركه عالم دي سي يونيفرس بقى مش هينزل في نفس السنه بالتاكيد لو الفيلمين طبعا هيتنفذوا. ازاي انا كجمهور اتقبل باتمان وفي نفس الوقت السنه الجايه اتقبل باتمان بريف اند ذا بولد؟ هو الصراحه دي حاجه ترجع لجيمس جان وازاي هيسويها، بس اصلا يعني عالم باتمان مش عالم مستمر، مش عالم هيجهد المشاهدين في حاجه. يعني انت هتنزل مثلا السنه الجايه 2024 مسلسل بينجوين بس مفيش حاجه ثانيه خلاص. انت عندك باتمان الجزء الاولاني ومسلسل بينجوين في 2024 2023 مفيش حاجه، هو عالم باتمان بس مفيش اي حاجه. 2025 باتمان الجزء الثاني ما اظنش برضو انه هيكون في حاجه بس خلاص. يعني هو بالكتير هيكون عمل او عملين في خلال السنه، ولكن عالم تي السينمائي هو مستمر معانا بشكل ضخم عشان يعرف ينافس عالم مارفل السينمائي، وان كان الموضوع ده اصلا صعب تحت اداره جيمس ضحك. فاستثماريا انت لازم تكمل العالم اللي هو اصلا بيجيب لك فلوس، واللي بيجيب لك فلوس بناء على ايه؟ بناء على نفس التون ونفس الطيب ونفس الفورمولا ونفس نفس الاطار اللي انت بتتحرك من خلاله، وبيجيب لك النجاح. نجح لك ثلاثيه باتمان كريستوفر نولان، نجح لك فيلم الجوكر تحت اداره خواكين فينيكس وتود فيليبس، نجح لك فيلم باتمان الجزء الاولاني روبرت باتسون ومات ريفز، اللي بالنسبه لي لو كان مسك عالم السينما كان على الاقل ممكن يعمل حاجات افضل من كده بكتير. وبالتاكيد عمل بدايه لا باس بها في عالم زاك سنايدر او عالم الدي سي يو في البدايات، مان اوف ستيل وباتمان في سوبرمان وحتى سوسايد سكواد اللي يعتبر بالنسبه للناس كتير واحد من اسوأ الافلام. 700 و800 و600 وخلاص ابتدي ينهض. ايوه في تعثرات وكلام زي كده ومش كل الناس عجبها الافلام، بس كمل. ولكن من ساعه الجاستس ليج اقوى مان هو اللي ضرب بشكل غير متوقع. تيجي بقى معانا يا باشا شازام تحت، بيرد سوفري تحت، وندر وومن 1984 تحت، ذا سوسايد سكواد تحت اكتر، بلاك ادم بقى اخيرا هنرجع. يمكن في النص كان في مسلسل بيس ميكر وبالنسبه لي افضل اعمال جيمس جان، صدق او لا تصدق يعني، ولكن بلاك ادم اخيرا هنرجع بقى للعالم او نقدر نقول نتنفس للعالم القديم. لا انت هترجع شويه بعد كده نلغي، بعد كده نبتدي شابتر جديد. يجي لك شازام فيوري اوف جادز افشل اكتر، يجي لك ذا فلاش بشكل غير متوقع افشل اكتر، بلو بيتل الله اعلم الفيلم الضعيف ده يعني هيعمل ايه، واقوى مان تو لاست ان كيندم اللي هو بالتاكيد من كميه الريشوتس اللي بتحصل له والمشاكل اللي بتحصل له. لا هنجيب باتمان مايكل كيوتن، لا باتمان بين افلك، الفيلم فيه مشاكل، ده جيسون مومو مشارك في الكتابه وعامل مشهد. عبث بالتاكيد. ولكن ما عندناش غير الامل ان احنا نفضل نتابع الاعمال لعل وعسى. ولكن الفيلم ده مش فيلم منتظر الصراحه، يعني الفيلم ده انا هتفرج عليه كده باي لك هنشوف ايه اللي هيحصل فيه. وفي كلام ان هيظهر فيه بعض طبعا الشخصيات، يعني بيقول لك في كلام عن شخصيات دي سي هتظهر فيه، الله اعلم بقى. جيمس جان يعني على مستوى الفيلم كله مش هيحصل حاجه، لكن غالبا ممكن مثلا على مستوى بوست كريدت سين ممكن نشوف حاجه لعل وعسى يعني، وهو اول فيلم ما بعد الفلاش بوينت يعتبر يعني او نص الفلاش بوينت بتاعت ازرا ميلر بفيلم ذا فلاش. فهل هنشوف اي تلميحات او اي حاجه على الاقل في البوست كريدت سين؟ لعل وعسى. وحتى لو لعل وعسى ما حصلش، او فيلم جديد لشخصيه محبوبه ولطيفه شفناها في التايتنز قبل كده كتير وفي عالم تي السينما على مستوى الانيميشن، ولكن فيلم مستقل ليه بذاته ما اظنش ان الموضوع يستحق. وبس كده اعزائي المشاهدين، ده كان كل اللي انا عايزين النهارده. اتمنى في الاخر تعمل لايك للفيديو، اشترك لو كنت شفته وتشجر سباك وصلك جديد. في النهايه كان معاك من محمد، اشوفك الفيديو الجايه، سلام.